تعالى تعالى هديك ايجار السنه كله. تعالى يا راجل يا محاسن حبيبي عم ايه. خش تعالى تعالى خد الايجار كل يوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خش عليا يا زول عشان عندي ليك أحلى قول. تعالى لي، تعالى بقى خش عليا يا زول عشان أنا عايزك في كلمتين سر، كلمتين أحلى كلام، أجمل كلام، أعذب كلام. استاد القاهرة هيستقبلكوا أحسن استقبال، وهنعمل معاكوا أحلى واجب، حاجة ما كنتوش تتصوروها ولا تتخيلوها. انتوا حبايبنا، احنا شعب واحد، احنا اخوات، احنا اخوات. والاخ لازم يكرم اخوه لما يزوره في بيته. الاخ لازم يكرم اخوه لما يزوره في بيته. بس كرمنا المرة دي ان شاء الله هيبقى كرم بزيادة، كرم كروي لم يحدث من قبل، بإذنك يا رب، بإذنك يا رب، إن شاء الله بإذن الله تعالى. هنقول إن دي مباراة 90 دقيقة في الملعب. إحنا بقى كمصريين وكأخوة وكمحبين لإخواتنا السودانيين اللي كنا في يوم من الأيام شعب واحد، وما زلنا بعون الله. صحيح الحدود اتقسمت، لكن إحنا فعلا شعب واحد، والسودانيين موجودين وسطنا في كل مكان. على ما اعتقد احنا مش منتشرين عندكم زي ما انتم منتشرين عندنا، لكن الحقيقه ان الحقيقه التاريخيه اللي لا يمكن ينكرها احد الا جاهل او اعمى، ان احنا اخوه بالدم. بالدم ازاي؟ عندنا نسب ما بينكم وما بيننا كتير. لما بنقعد نتكلم ونقول تعالوا واحنا عايزينكم واهلا وسهلا بيكم وهنعمل وهنسوي، بنتكلم كوره. اي حاجه تانية هتلاقينا كلنا واحد فيها. وانا بقولها لكم، عارف ان في ناس كتير قوي هتعتب عليا بعد اللي حصل في الماتش اللي كان هناك في المباراه الاولى، مباراه الذهاب، تمام؟ وبعض الاهانات والسباب اللي توجه طول الماتش من القله الصغيره اللي كانت موجوده من الجمهور السوداني، وبعض الاهانات اللي توجهت باليد من بعض الجهاز الاداري لفريق الهلال السوداني. هنتكلم ككوره، انا عارف حجمي وانتوا كمان عارفين حجمكم، تمام؟ اظن انتوا فهمتوني والرساله واضحه. انا عارف حجمي وانتوا كمان عارفين حجمكم، فبالتالي لازم نحترم بعض كرويا، نحترم بعض كجمهور، نحترم بعض كأخوة. الرياضة أخلاق، واحنا الحمد لله شعب كله أخلاق، حتى لو كان لينا هفواتنا، لكن عمرنا أبدا ما بنشطح، واسألوا اخواتنا الجزائريين علاقتنا بيهم دلوقتي عاملة ازاي. كانت كبوة ما بين الجمهورين والشعبين وقدرنا نتعداها. أتمنى يا رب إن الرسالة تكون وضحت لكم. هنتكلم كورة بقى. امبارح كان الفريق السوداني، طبعا الهلال السوداني له مني كل احترام وتقدير، كان بيلعب صن داونز هناك في السودان، والمباراة خرجت بالتعادل رغم كل الأحداث اللي حصلت فيها. طبعا الأول صن داونز اتقدم، وبعد كده الهلال اتعادل بعدها ب3 دقايق، وفي الدقيقة 90 ضربة جزاء للأستاذ أطهر الطاهر يسددها، ويستطيع حارس مرمى صن داونز إن هو يصدها، وبالتالي أصبح تعود للأهلي فرصته في يديه التأهل بإذن الله تعالى إن شاء الله للنادي الأهلي، اللي هو جه من عنق أو من رحم المعاناة بعد أداء سيء لينا الحقيقة في دوري المجموعات. أنا متأكد إنه هيبقى دافع كبير إن إحنا في اللي جاي نعمل أحلى أداء، نرجع لكورتنا ولاعيبتنا ترجع لمستواها، لاعيبتنا تركز ان هي ترجع لمستواها، وان شاء الله باذن الله تعالى تكون ال11 يعني. جمهور الهلال اللي هيحضر منكم هنا اهلا وسهلا بيكم، فوق راسنا، كل ادب وكل اخلاق وكل ذوق. طول ما انت ملتزم الادب والاخلاق والذوق، هنفضل احنا كمان ملتزمين الادب والاخلاق والذوق.
اي تجريح هيتم في الملعب او سباب زي اللي حصل هناك، اتوقع ان الجمهور الكبير ان شاء الله اللي هيبقى حاضر الماتش هيرد عليه. تمام؟ فيا ريت لا مننا ولا منكم ننجر لهذه التفاهات. رساله اخيره برضو بزاوي السلطات المصريه وللامن المصري، افتحوا لنا بقى الاستاد. كفايه يا جماعه، صدقوني كفايه. الكوره عنصر اساسي فيها الجمهور، 90% من حلاوتها واستمتاعها الجمهور، وصوت الجمهور واهاته وتفاعلاته مع كل لعبه. جه الوقت اللي نفتح بقى فيه ملاعبنا واستاداتنا للاستيعاب الكامل، القوه الاستيعابيه الكامله للاستادات. الحمد لله مصر دلوقتي بقت امن وامان. صح؟ الرئيس على فكره كان في الاستاد من كام يوم، وعلى ما اعتقد ان اللي يقدر يأمن الرئيس يقدر يأمن اي حد. مش هضيف اي اضافات. اشكركم، السلام عليكم.